العالم كله كان بيتفرج، والسماء فوق إيران بقت ساحة اختبار حقيقية لأكثر طيارة مثيرة للجدل في تاريخ الجيش الأمريكي، لوكهيد مارتن F-35 لايتنينج 2. لسنين طويلة النقاد كانوا بيسموا الطيارة دي فشل بتريليون دولار. كانوا بيقولوا عليها تقيلة زيادة، بطيئة، غالية جدا، ومعقدة بشكل مبالغ فيه. أعداء أمريكا بنوا شبكات دفاع كاملة على أساس إنه الF-35 عمرها ما هتكون قد التوقعات اللي اتقالت عنها. وبعدين بدأت الحرب في إيران وطلعت الF-35 للسماء. في خلال شهر واحد بس اللايتنينج 2 غيرت قواعد الاشتباك الجوي تماماً. قدرت تحقق إسقاطات جوية بدون ما حد يحس بيها، واعترضت الطيارة بدون طيار فوق المحيط، وكمان نجت من ضربة مباشرة بصاروخ أرض جو كانت تتوقع أي طيارة تانية. كان المفروض تسقط كل المشككين فيها للأبد. بس برنامج F-35 كان مليان جدل من أول يوم. من زمان قبل ما الطيارات دي تطير في أي مهمة قتالية، المحللين العسكريين وخبراء الدفاع كانوا بيرددوا نفس الكلام بالضبط. كانوا بيقولوا إن المقاتلة دي من الجيل الخامس مضيعة فلوس كبيرة. قالوا إن ميزات التخفي بتاعتها مش أكتر من حركات تسويقية، ووصفوا المواصفات الفنية بكلام فاضي من غير أساس. اتهموا البنتاغون إنه صرف تريليون دولار على طيارة متضخمة مش قادرة حتى تكسب في اشتباك جوي قريب ضد خصوم أقدم وأرخص بكتير. إيران كانت مستعدة لحرب جوية من نوع تاني خالص، واستثمرت جامد في أنظمة رادار يقال إنها مضادة للتخفي، ومقاتلات خفيفة وسريعة الحركة. كانوا معتقدين إنه لو قدروا يجبروا الطيارين الأمريكان يقربوا لمسافة الرؤية، إسقاط طيارة F-35 هيكون سهل جدا. لكن كل الفكرة دي كانت مبنية على أساس غلط تماما. الناس اللي بينتقدوا الF-35 فاتهم تماما الهدف من الطيارة دي، لأنه الF-35 مش طيارة مقاتلة تقليدية، دي سوبر كمبيوتر طيارة من مستوى تاني، عندها القدرة تشوف وتسمع العدو قبل ما هو حتى يعرف إنها موجودة. دي سفنجة معلومات طايرة بتمتص المعلومات الاستخباراتية، تقدر تشارك المعلومات فوراً مع طيارات تانية، وبتدي وحدات الحلفاء بيانات زي بيانات الاستهداف علشان تفضل دايماً متقدمة على التهديدات. إيران استعدت لمعركة جوية تقليدية زي معركة بالسكاكين، لكن الولايات المتحدة بنت آلة قتل من الجيل الجديد علشان تضمن إن المعركة دي عمرها ما تحصل فعلاً. وأول أسابيع حرب إيران أثبتت بالضبط قد إيه الآلة دي قاتلة فعلاً. 4 مارس 2026، اليوم اللي كل حاجة إيران كانت فاكرة أنها عارفاها عن الF-35 انهارت. في الساعات الأولى من الصبح طيار إيراني بيطير في دورية عادية بطائرته ياكوفليف ياك 130. هو بيمشي السما فوق عاصمة البلد طهران، بيراقب ومستني أي إشارة بسيطة لوجود قوات إسرائيلية أو أمريكية في الأفق. حساسات الياك 130 ساكتة، هو مش شايف حاجة، بس لو أي طيارة معادية ظهرت الطيار جاهز أكتر من اللازم إنه يواجههم. الياك 130 اللي اتطورت في روسيا هي طيارة مقاتلة تحت صوتية بمقعدين. أول رحلة ليها كانت سنة 1996، وتستخدمت تاريخياً كطائرة تدريب نفاثة وكمان كطائرة قتال خفيفة. هي عمرها ما كانت معمولة عشان تنافس مقاتلات الجيل الخامس الشبحية وجهاً لوجه، بس حتى طيارة قديمة في سماء طهران ممكن تفضل تمثل تهديد أثناء مهمة هجوم نشطة. هي بتشيل حمولة قتالية حوالي 6600 رطل، واللي ممكن تشمل مزيج من القنابل الموجهة بدقة والصواريخ وصواريخ جو. هي مشهورة بقدرتها العالية على المناورة ونسبة الدفع للوزن القوي بتاعتها، وده معناه إنه في معركة جوية فردية. لما الطيارتين يقدروا يشوفوا بعض، رشاقة ياك 130 العالية بتديها أفضلية حتى قدام بعض الطيارات الأحدث والأغلى. وحتى لو ياك 130 ما قدرتش تكسب في معركة جوية مباشرة، هتقدر برضو تبلغ بطاريات الصواريخ أرض جو والفرق الأرضية القريبة عشان يحاصروا المتسلل. على الأقل ده اللي إيران مصدقاه، بس الاعتقاد ده هيتعرض لأكبر اختبار دلوقتي. على بعد عشرات الأميال سرب من طياري سلاح الجو الإسرائيلي في طريقه ناحية طهران. مهمتهم هي التوغل بعمق في قلب أراضي العدو وضرب مراكز القيادة الحيوية للحرس الثوري الإسلامي في العاصمة. في مقدمة الهجوم تأتي طائرات F-35 ايدير الإسرائيلية، والمعروفة أيضا باسم الأقوياء، والمبنية على أساس طائرة F-35 القياسية، لكن مع بعض التعديلات الفريدة اللي بتميزها عن باقي الطائرات.
النموذج ده بيجي مع أنظمة الحرب الإلكترونية الخاصة بإسرائيل واللي مضافة إلى إلكترونيات الطيران الموجودة أصلاً، وده بيضيف وظائف أكتر كمان. الطيار بيلبس خوذة متخصصة تتبع حركة راسه وبتعرض خريطة رقمية 360 درجة لساحة المعركة في الوقت الحقيقي. وبالاعتماد على قدرات التخفي الرائدة في العالم لطائراتهم المقاتلة، الطيارين الإسرائيليين بيقربوا أكتر من أهدافهم، وكل ده وطيار الياك 130 مش عارف أصلاً إنهم موجودين. الفجوة التكنولوجية بين الطيارتين دول كانت ضخمة جداً. الياك 130 بيعتمد على الرادار النشط وتشغيله زي كأنك بتنور كشاف على العدو. الطيار الإيراني التاني شغل الرادار بتاعه وبعت موجات الراديو في السماء، هو كده أعلم مكانه بالضبط لكل اللي بيراقب. طائرات أودير ما استخدموش الرادار النشط عشان يلاقوا الياك 130. وفي نفس الوقت الطلاء اللي بيمتص الرادار وحجرات الأسلحة الداخلية خلتهم مش باينين على شاشات الإيرانيين. سلاحهم الحقيقي كان الكشف السلبي اللي اداهم القدرة يتتبعوا إشارات رادار العدو من غير ما يطلعوا أي إشارات من عندهم. الإف 35 كانت بتسمع في صمت في الوقت اللي الياك 130 كانت بتفضح موقعها في السماء. وهم بيطيروا في سرية ناحية طهران، المقاتلات الإسرائيلية رصدت وقفلت على الياك 130 الإيرانية. واحد من طياري الأدير أطلق صاروخ جو خارج مدى الرؤية، نزل من الحجرة الداخلية وشق السماء بسرعة ماخ 4. حساسات الياك 130 البسيطة فضلت مطفية لحد آخر ثواني لما الباحث النشط بتاع الصاروخ اشتغل. وقتها بيكون فات الأوان، خلاص، اصطدام، انفجار، دمار. الطيارة الروسية بتتبخر في كرة نار. الياك 130 ما بقتش موجودة. دي أول مرة من 40 سنة إسرائيل تسقط طيارة عدو، وأول مرة في تاريخ برنامج الإف 35 يتم فيه إسقاط طائرة مأهولة في اشتباك جو. دي ما كانتش معركة جوية تقليدية، الموضوع ما اعتمدش على مناورات في الجو أو سرعة رد فعل الطيار. كانت معركة بين التخفي والتكنولوجيا القديمة، بين المستقبل والماضي، والنتيجة كانت إعدام من غير ما يتشاف. من اللحظة دي لازم يتم التعامل مع إف 35 بجدية أكبر بكتير. بس مهما كانت ميزتها كبيرة في الجانب التكنولوجي، الحرب عمرها ما كانت لعبة بدون أخطاء. إف 35 أثبتت إن المشككين كانوا غلطانين. كان واضح إن إف 35 هتسيطر على الأجواء لباقي فترة الصراع، ملك غير متنازع عليه في سماء إيران. لكن جه يوم اللي كل حاجة اتغيرت فيه من تاني. أولاً ده قناتنا الجديدة اللي حنحلل فيها كل أنواع الاشتباكات العسكرية زي دي، فاضغط على زر الاشتراك عشان ما يفوتكش التحليل الجاي. ودلوقتي يلا نرجع لساحة المعركة. 19 المارس، طيارة F-35A من القوات الجوية الأمريكية بتنفذ مهمة قتالية فوق وسط العراق. زي طائرات أودور، هي بتستخدم إلكترونيات الطيران المتطورة وتقنيات التخفي عشان تتجنب الرصد. إيران كانت بتزداد يأس. هم شافوا وحسوا بقوة الF-35 بشكل مباشر، وعارفين إنهم محتاجين يستخدموا كل الأدوات اللي عندهم عشان يتجنبوا إبادة جوية كاملة. نشروا بطارية دفاع جوي أكثر تطوراً عشان تلاقي وتتابع الF-35A. من المحتمل إنه إيران استخدمت أنظمة دفاع جوي تعتمد على الاستشعار السلبي بالأشعة تحت الحمراء بدل الرادار. ولما أخيراً لمحوا الF-35A، الدفاعات الجوية الأرضية أطلقت صواريخ في الجو، وفضلوا يدعوا إنه واحد منهم يكون محظوظ ويوصل لهدفه. وميض قوي من الطاقة الحركية شق السماء بالليل، وواحد من الصواريخ أصاب مؤخرة الطيارة. لما أغلب الطيارات بتضرب بالصواريخ بيكون مصيرها معروف، عصا التحكم بتبطل تشتغل والمحركات بتفصل. الطيار بيضطر يقذف نفسه بالمقعد القاذف ويتفرج على طيارته وهي بتتحطم وسط نار مشتعلة. ده ما حصلش هنا، وده بالضبط اللي بيخلي مشروع الF-35 اللي كلف $1 تريليون يبين قيمته. الطيارة دي مش زي أي طيارة تانية. هيكل الطيارة عبارة عن هيكل معقد من الكربون ومركبات ألياف الكربون والتيتانيوم، ومتخطط إنه يمتص الصدمات الحركية الكارثية اللي ممكن تدمر أي طيارة أقل تطور. أول ما الF-35 اتعرضت لشظايا، كمبيوترات التحكم الرقمي في الطيران اشتغلت فوراً. على طول بيعوضوا الضرر المادي وبيتجاوزوا الأجزاء اللي اتضررت وبيعملوا التعديلات الرقمية الدقيقة المطلوبة عشان يخلوا الطيارة اللي تأثرت تفضل في الجو. صفارات الإنذار بتضوي في كابينة القيادة والطيارة بتفقد الوقود. ميزة التخفي بتاعتها راحت. الطيار بيقعد في مكانه وبيقدر يوجه الطيارة المعطوبة للقاعدة عشان تهبط هبوط اضطراري. إيران على طول ادعت إنها اسقطت مقاتلة شبح أمريكية، بس الموضوع ما كانش إن الطيارة اتحرقت أو اتفجرت في الجو
الاف 35 اتضررت بس ما اتدمرتش، فضلت سليمة وقابلة للتحكم وقدرت تهبط بأمان، يعني ممكن تتصلح وتتزود بالوقود وتتجهز تاني للضربات الجاية. وفي الوقت اللي إيران كانت بتحتفل بنصر دعائي كبير، الجيش الأمريكي أثبت إنه الاف 35 تقدر تصمد قدام أسوأ اللي إيران ممكن تعمله ولسه ترجع للقاعدة. وبرغم كده بعد حادثة 19 مارس كان لازم أمريكا تاخد خطوة ورا وتفكر في الصورة الأكبر. القادة بتاعهم شافوا فعالية المقاتلات دي بشكل غير عادي طول فترة الصراع، لكن دلوقتي بقوا مضطرين يواجهوا الحقيقة المثبتة إن إيران على الأقل قادرة تضرب وتضر مقاتلات F-35. ومع أن كل واحدة منهم قيمتها أكثر من 80 مليون دولار، القوات الجوية الأمريكية ما كانتش عايزة تشوف أي واحدة من الطيارات دي بتتضرر أو بتتدمر من غير لازمة. إيران غيرت قواعد اللعبة، ودلوقتي جه وقت أمريكا ترد. فبحلول أوائل إبريل الاف 35 اتحولت لأخطر شكل ليها. الاف 35 ما تصممتش بس عشان الاشتباكات الجوية القريبة أو إطلاق الصواريخ أو إسقاط القنابل، هي عبارة عن عقدة استشعار أمامية عندها القدرة بتجمع كميات هائلة من البيانات، أكثر بكتير من إمكانيات الطيارات التقليدية أو الجيل اللي قبلها. القادة الأمريكيين كانوا عارفين إنه حتى لو الاف 35 مش بتسبب ضرر بشكل مباشر، لسه ممكن تكون هي المفتاح اللي يفتح الطريق للخطوات الجاية لأمريكا. محطة المعلومات اللي لا تقدر بثمن بتوصل بيانات لحظية للوحدات الحليفة من وراء خطوط العدو بشكل خفي. دلوقتي الاف 35 هتبقى حلقة أساسية في سلسلة الاستهداف الأوسع، بتوفر المعلومات اللي الطيارات التانية وفرق إطلاق الصواريخ محتاجينها عشان يضربوا أهدافهم واحدة واحدة بكفاءة شديدة. وفي الحرب مع إيران كان في أهداف كتير لازم يتم القضاء عليها. نظام البلد كان بيستعد الصراع ده من عقود، وكان مستثمر بشكل كبير في أنظمة الدفاع الجوي، ونشر بطاريات صواريخ أرض جو ثابتة ومتحركة في كل أنحاء أراضيه الواسعة، وكانت الرادارات شغالة على مدار الساعة بتمسح الأرض والسماء حواليهم لمسافات بعيدة ومستعدة تتصرف أول ما يظهر أي خطر. وبعدين ظهر اللايتنينج 2 وبيطير بسرعة قصوى توصل لماخ 1.6 أو تقريباً 1200 ميل في الساعة، وبيطير جوا مجال العدو الجوي ويدور ويحدد مواقع أنظمة الدفاع الجوي بتاعت العدو بالضبط، وبيرجع البيانات دي لباقي القوة. هو مش موجود عشان يدمر منصات الإطلاق لوحده. لو الطيار فتح مخازن الأسلحة الداخلية عشان يرمي قنبلة، ده بيبوظ التخفي بتاع الطيارة للحظة. الرادارات الإيرانية ممكن تكتشف الحاجة الغريبة دي وتطلق صواريخها. الصياد الشاطر عمره ما يعرض نفسه للخطر لو يقدر يخلي حد تاني يضغط الزناد. وإف 35 مش محتاج يقعد في المنطقة دي فترة طويلة. الرادارات والإلكترونيات الطيران بتاعته متطورة جدا لدرجة إنها تقدر ترسم خريطة واضحة لنطاق الدفاع الجوي الإيراني. بعد ما يرسم خريطة لمصادر الإشارات ويحدد أماكن منصات الإطلاق، شغل الاف 35 هيكون كده خلص فعليا. ممكن ينسحب بسرعة لمسافة آمنة، وفي الوقت ده اللي هيضربوا من برا منطقة الخطر هيتولوا المهمة. ده ممكن يكون معناه منصات إطلاق صواريخ توماهوك، أو أسلحة بتطلق من الجو من مسافة بعيدة، أو حرب إلكترونية، أو أهداف وهمية، أو حتى مزيج من كل اللي فات. اف 35 قدمت البيانات، ودلوقتي الباقي من القوة عليهم يتصرفوا بناء على البيانات دي عشان يقضوا على التهديد. دي الطريقة اللي بتكسر بيها شبكات الصواريخ المعقدة المضادة للطائرات، اللي دول زي إيران قضوا أجيال وهم بيركبوها مع بعض. الموضوع مش هجوم مباشر أو محاولة التغلب على العدو وقبول بعض الخسائر في الطريق، لكن من خلال البيانات وتحديد الأهداف على مواقع الصواريخ دي. تقنيات التخفي بتاعته بتخليه يقدر يقرب أكتر من أي طيارة تانية ممكن تقرب من غير ما يتم اكتشافه أو إسقاطه في دقائق. حساساته تقدر تشوف وترسم خريطة للمنطقة بدقة لا مثيل لها. نظام الاتصالات بتاعه بيخليه يشارك كل اللي بيكتشفه مع طيارات تانية، دبابات، سفن ووحدات تانية. وتصميمه الذكي والسهل والمتطور معناه إن الطيار مش بيغرق في بيانات طول الوقت، لكن عنده بالضبط المعلومات والمساعدة اللي محتاجها عشان يدخل ويخرج بأمان وسرعة. دي كانت واحدة من أكبر الحاجات اللي منتقدين الاف 35 غفلوا عنها وهم بيحاولوا ينتقدوا البرنامج ده. كانوا فاكرين إن الاف 35 لازم تكون أفضل طيارة في الاشتباك الجوي القريب في العالم عشان تبرر سعرها العالي، لكن ساحات المعارك دلوقتي اتغيرت.
السماء ما بقتش تحت سيطرة الطيارة اللي بتقدر تلف أسرع أو تعمل مناورات جوية هروب بسرعة. دلوقتي اللي بياخد الأفضلية هو النظام اللي يقدر يحصل على البيانات الصح في الوقت الصح ويستخدمها بالطريقة الصح عشان ياخد ميزة على عدوه. وده بالظبط اللي اتعمل علشانه الF-35. والحرب في إيران أثبتت قد إيه الطيارة دي متصممة بشكل مثالي للمهمة دي. العالم ما كانش محتاج يستنى لحد آخر مارس عشان يشوف مرونة الF-35 في الميدان. كان في أدلة أن الطيارة دي أكتر بكتير من مجرد طيارة للاشتباك الجوي القريب حتى قبل ما الحرب تبدأ. 3 فبراير حاملة طائرات من فئة نيميتس USS إبراهام لينكولن بتشق طريقها في مياه بحر العرب. المياه اللي حوالين الحاملة هادية، لكن الحاملة نفسها مليانة حركة ونشاط. الرادارات على USS إبراهام لينكولن رصدت حاجة، طيارة بدون طيار إيرانية من نوع شاهد 139، وكانت ماشية مباشرة ناحية مجموعة القتال التابعة لحاملة الطائرات. الطيارة دي شبه طيارة MQ-1 بريديتور الأمريكية في التصميم، ودي مش لعبة رخيصة بتستخدم مرة واحدة زي الكاميكازي. دي منصة استطلاع وضربات على ارتفاع متوسط وبمدى طويل، مصممة إنها تفضل تحوم في الجو وتنزل ذخائر موجهة بدقة زي قنابل سديد 345 أو قائم الانزلاقية علشان تدمر أهداف مهمة جداً وبعدين ترجع لقاعدتها. وبمدى معلن أكثر من 1200 ميل وقدرة على الطيران لمدة 24 ساعة متواصلة. الشاهد 139 تعتبر تهديد خطير فعلا، وهي متجهة مباشرة لحاملة طائرات أمريكية عليها آلاف الأفراد ومليارات الدولارات من المعدات العسكرية. في الماضي البحرية كانت لازم تعتمد على نظام إيجيس القتالي في المدمرات عشان تكتشف التهديد، ويدعوا أنهم يقدروا يقضوا عليه في الثواني الأخيرة المجنونة قبل الاصطدام، أو يطلعوا طيارة F-18 هورنت قديمة بسرعة عشان تعترضوا من مسافة قريبة في موقف كله توتر. لكن دلوقتي في خيار تاني، USS إبراهام لينكولن بتطلق طيارة F-35C تابعة لمشاة البحرية في الجو. دي النسخة الخاصة بحاملة الطائرات من ال F-35، وبتتميز بأجنحة أكبر وعجلات هبوط أقوى. وبفضل نظام الفتحات الموزعة اللي عليه أو داس وتقنيات الرادار القوية، ال F-35 مش محتاج يعتمد على الحاملة عشان توفر له أي بيانات تتبع. يقدر يكتشف ويتتبع ويتعامل مع التهديدات الجوية بمستوى وعي ميداني. الطيارات القديمة اللي كانت على الحاملة عمرها ما قدرت توفرها. الشاهد 139 سرعته القصوى حوالي 137 ميل في الساعة، وده معناه أنه ممكن يوصل للحاملة في خلال دقائق. ما فيش وقت مضيعه، وكل ثانية درون فيها في الجو بتفرق. يعني خطوة أقرب للمجموعة القتالية، وخطوة أقرب أنه يبقى تهديد حقيقي وفعال، وخطوة أقرب أنه يفرض رد فعل أخطر بكتير. بس الدرون عمره ما بياخد الفرصة دي. ال F-35 بيوصل لوضع الإطلاق والطيار بياخد القرار، وفي لحظة الاعتراض بيخلص. النقطة اللي على شاشة الرادار بتختفي والتهديد بيختفي قبل ما الدرون حتى يشوف أثر. حاملة الطائرات العملاقة دي هي قوة ال F-35، وده بالضبط السبب اللي خلى الانتقادات اللي بقالها سنين لل F-35 ملهاش أي لازمة. المنتقدين قيموا الطيارة بمعايير قديمة، هم بنوا معتقداتهم على قواعد الاشتباك الجوي القريب اللي ببساطة ما بقتش تنطبق دلوقتي. فوق اليابسة يقدر يدخل مجال العدو الجوي ويفكك شبكات الدفاع الجوي جزء ورا الثاني. في الجو هو بالفعل حقق أول انتصار تاريخي ضد طيارة مأهولة، ولسه أكيد في انتصارات تانية جاية. وبيعمل كل ده وهو مش بس واحد من أكثر الطيارات تطوراً في العالم النهاردة، لكن كمان من أكثرهم قدرة على البقاء. حتى بعد ما تعرض لضربة صاروخية مباشرة من نظام أرضي، أثبت إنه أكثر من قادر إنه يفضل متمسك عشان يرجع للقاعدة ويعمل هبوط اضطراري آمن. ال F-35 ما تعملتش عشان تكون مجرد مقاتلة للمناورة، دي اتبنت عشان تربط ساحة المعركة كلها. هي بتشوف من خلال ضباب الحرب وبتتصرف كعين خفية شايفة كل حاجة في التشكيل الهجومي الأمريكي. إيران قضت سنين بتستعد للتهديدات، كانت فاكرة إنها فاهمة، بس دلوقتي الموضوع بقى مين يشوف الأول، مين يفهم الأول، مين يرد الأول، ومين يقتل الأول. ده هو العالم اللي اتعملت عشانه ال F-35، والنتائج واضحة قدامنا. ولمثال تاني على إزاي التفوق الجوي لأمريكا وإسرائيل مهد الطريق يمكن لأهم لحظة في الصراع كله. اتفرج على الفيديو الجاي عن إزاي القوات الحليفة قضت على آية الله وقطعت رأس النظام الإيراني في هجوم واحد مدمر. شكرا لمتابعتكم، وهنشوفكم في ساحة المعركة الجاية.